تعالوا بقى نشوف البطاطا دي اخبارها ايه معانا. واو. فظيعة فظيعة فظيعة، جميلة جدا جدا جدا، رهيبة جدا جدا جدا، والطعم ما اقولكش. البطاطا دي معمولة ني في ني، محطوطة البطاطا من غير ما تتسلق ولا بشاميل ولا اي حاجة، بس شايفين مستوية وعاملة ازاي معانا، وش جراتان فظيع ومستوية، والطعم تحفة من الآخر. بصراحة يا ريت تجربيها، هتعجبك جدا. ما تنسينيش بقى في اللايك، ثم اللايك، ثم اللايك. عايزة تعرفي طريقة البطاطا الحلوة الجميلة دي السهلة السريعة اتعملت ازاي؟ يلا بينا على الفيديو نشوف الخطوات معانا. انا مش هخلص الطبق معاكم بقى، اعمل ايه من حلاوتها؟ بصراحة لذيذة وطعمة جدا جدا جدا. طبعا انتوا مشتاقين، انا عارفة ان انا بشوقكم، معلش معلش. جربي البطاطا دي وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات، واعملي لي اللايك والشير لاصحابك وحبايبك، ويلا بينا علشان نشوف الطريقة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل البطاطا الحلوة، بس بطريقة تانية برضو مختلفة. احنا بنعملها متعودين دايما بعمل البطاطا بالبشاميل. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وسريعة. انا معايا هنا بطاطا زي ما انت شايفه كده، مغسوله ونضيفه ومتقطعه طرنشات. زي ما انت اهي، بتبقى اقل من طرنشات صينيه البطاطس، طبعا بتبقى رفيعه. هنحطها كده، هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها معانا ده سكر. مكوناتنا طبعا سكر وزبيب وجوز الهند، اي مكسرات عندك. معانا معلقتين قشطه او وش اللبن. معايا بيضه وفانيليا، بيضة واحدة ومعاها طبعا الفانيليا، ومعايا 3 معالق نشا، ومعايا لبن مغلي. هنعمل ايه؟ انا مقطعه البطاطا زي ما انتم شايفين، مغسوله كويسه ومتقطعه. هنزل عليها بالسكر بتاعي وبالايه وبالمكسرات بتاعي كده. تمام، خلاص حلو قوي. هاجي بقى على اللبن هنا، هحط فيه ايه؟ نسيت اقول لكم طبعا ان معايا معلقتين سمنه بلدي ضروري حلوه بالطعم، او معلقتين زبده. هاجي هنا الاول في البوله دي، هفقش البيضه، هحط عليها الفانيليا. تمام، وهقلبها. طبعا اللبن عندي سخن وانا هحطه سخن، فالنشا مش هينفع يتقلب في اللبن وهو سخن، فانا هحط عليه شويه ميه وهقلبه. تبقى شويه ميه صغيرين يا دوبك، اقلب فيهم النشا واخلي النشا عندي يدوب. اللبن بتاعي لازم يكون دافي. هجيبه عندي هنا، وهنزل عندي هنا بالايه، بالزبده او السمنه، وهنزل بالقشطه. كده نزلنا بالقشطه، هنقلب القشطه. تمام كده. احط بقى ايه، معلقتين الايه السمن البلدي او الزبده لو عندك كده اهو. معلقه دي سمنه بلدي بقري، طبعا اي سمنه عندك، بلدي جاموسي بقري، يعني اي حاجه مفيش مشكله. زبده. تمام كده اهي. هقلبها بقى كلها مع بعضها. عندي الفرن بقى مشغلاه كده. خلاص هنزل بقى بالايه، بالنشا عندي. وهقلب.
هنزل بالبيض وبالفانيليا، وهقلب كده المكونات كلها تدوب مع بعضها، وهنحط الخليط كله بالشكل ده على البطاطا بس كده. هقلب بقى كده علشان السكر عندي يدوب كده. هحط معاه معلقه قرفه، عايزه تستغني عنها استغني عنها، مش عايزه حطيها، بتدي برضو تست حلو. تمام كده، وهقلبها كده. خلاص، شايفين السائل لحد فين كده؟ خلاص، هجيب ورقه فويل وهغطيها بيها وهدخلها بقى الفرن. ورقه الفويل دي هتقعد معايا قيمه 10 دقايق عشان بس تسوي لي البطاطا، وبعد كده هنشيلها علشان البطاطا عندي تاخد الوش الجراتان بتاعها. تمام. مسخنه عندي الفرن، تمام كده. هندخلها بقى الفرن، ولما تطلع هنشوف شكلها بقى ايه. فاصل ونص. وادي البطاطا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بقت بالشكل ده. طبعا هي سخنه، هنقطع حته كده ونشوف اخبارها ايه. طبعا هتجمد معاكي لما تبرد، هي كده سخنه جدا. فاحنا ايه، هناخد حته كده الجنب كده، طبعا اللي عامل ريجيم ما يبصلهاش، اللي عامل ريجيم ما يبصلهاش خالص، لانها طبعا فظيعه فظيعه فظيعه. فيها السمنه البلدي وفيها القشطه وفيها النشا وفيها السكر، يعني اللي عايز ياكل بطاطا ياكلها مشويه ما تخنش، لكن بالوضع اللي احنا فيه ده تبهدل الدنيا. تحفه، طعمها خطير جدا، بس سخنه. شايفين البخار طالع؟ سخنه جدا. الطعم جنان، طعم خطير، يا ريت تجربيها، هتعجبك جدا. وهي سخنه بقى كده حلوه قوي قوي يعني. كده ان شاء الله كده هنخلص الطبق مع بعضينا ولا ايه؟ كفايه كده. البطاطا جميله وطعمها جميل جدا وتحفه، يا ريت تجربيها. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وما تنسينيش في الشير، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.